بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشني جدا. صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباحكم طاقة ايجابية، صباحكم مليان خير بإذن الله. ان شاء الله يوم جديد كده مع بعض، نشاط وحيوية وطاقة ايجابية بإذن الله، ناخدهم من بعض كده. بجد وحشتوني جدا. وعايزه اقول حاجه بس كده اول الفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو كنتم لسه ما اشتركتوش لحد دلوقتي وبتتفرجوا عليا يا ريت تشتركوا وتحطوا لي لايك جميل زيكم كده، ما تنسوش عشان الحاجات دي بتساعدني كتير انتوا عارفين. بس كده نفسي ربنا يكرمني في القناه كده وتكبر وتبقى قناه كبيره باذن الله، ونفتكر كده الايام اللي احنا كنا فيها بنحارب مع بعض عشان القناه بتاعتنا تكبر باذن الله. ما تنسوش تحطوا له لايك زي ما قلت لكم. النهارده ان شاء الله الروتين بتاعنا ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف خالص، يعني في حاجات مش هقدر اسيبها كده، لازم اعملها جامد، اظبطها جامد، وفي حاجات لا مش هظبطها جامد قوي. انتوا هتشوفوا بقى بنفسكم وتحكموا يعني. مسكت الريسبشن بتاعي، هو مش متوسخ قوي وفي نفس الوقت مش نظيف، لان انا بقالي فتره تعبانه، حتى مش بنزل فيديوهات ولا اي حاجه، بقالي 15 يوم كده الصراحه تعبانه جامد، يعني مش قادره حتى ان انا اقف، يعني زي ارهاق عام كده. فقلت بقى ايه، لازم اقوم واشوف الدنيا فيها ايه كده بعد ما بقيت احسن شويه. انتوا عارفين رايي دايما اني لما بكون تعبانه خدي وقتك في الراحه طالما انت فعلا تعبانه، يعني مش لازم تيجي على نفسك طول الوقت، يعني ارتاحي. فانا ما كنتش قادره حتى اني اجي على نفسي، يعني فاهمين قصدي؟ فبالتالي لا، ارتحت اكتر وارتحت فتره كده عشان اعرف ارجع واقوم كده اشوف ايه اللي ورايا. فقمت بعد شفت اللي ورايا لما بقيت احسن شويه الحمد لله، قمت كده روقت. والصراحه الشقه ما كانتش وحشه قوي، يعني كانت لطيفه، يعني مش مليانه تراب قوي. بصي في الاماكن فيها تراب، وانا اللي هي الجزء اللي هناك اللي قصاد البلكونه كان في شويه تراب وبهدله طبعا، لان زي ما قلت لكم الشباك والبلكونه باستمرار مفتوحين، فبالتالي بيدخلوا تراب اكتر واكتر. لما الجو بقى شتاء فبقى انا بقيت اقفل الحته اللي فيها ريسبشن، فمش بقى يجي فيها تراب قوي زي الاول. مسكت بقى كل حاجه طلعت منها التراب اللي كان فيها ومسحت. بص زي ما انتم شايفين الدنيا مش متبهدله قوي، عشان يعني كنت برضو بحاول ان انا اقوم اعمل، لان اكيد ال 15 يوم ما كنتش فيها طول الوقت مش قادره اقف على رجلي، يعني كان في وقت ممكن اقدر يعني انا لقيت نفسي كويسه شويه، طب خلاص قومي شوفي بقى الدنيا فيها ايه، يعني ما كنتش سايبه الدنيا قوي. وفي ايام كنت سايبه فيها الدنيا قوي لما كنت فعلا كنت حاسه ان انا لا مش قادره اقف على رجلي فعلا، لا انا فعلا تعبانه، لا ارتاحي بقى مش مشكله النهارده مش تحصل اي حاجه في الشقه لو ما اتروقتش النهارده. يعني ان ايه، الضيوف مش واقفين على الباب، ما بقاش اصلا حد يروح عند حد، سبحان الله بجد يعني، ما بقاش في حد يروح عند حد، كله مشغول في حياته يعني، وربنا يوفق الجميع. فالمهم فقلت لا هرتاح واكمل بعدين، يعني مش مشكله. فهي الشقه مش متبهدله قوي الا الجزء اللي هناك، يعني الا الجزء بتاع الريسبشن اللي فيه البلكونه والشباك هو اللي متبهدل الصراحه، عشان الاولاد بتاكل فيه وبتقعد فيه ومش عارفه ايه بتلعب فيه كده، فبيبقى متبهدل. فمسكت بقى الارض كنستها كنسه حلوه كده بنت حلال، وجبت كمان قدام الطرقه، قدام عندي طرقه طويله كده قدام باب الشقه، مش عارفه ايه الداعي الصراحه، ملهاش اي لازمه، هي بس طرقه طويله قوي قوي قدام باب الشقه واخده مساحه وخلاص. وفي طرقه تاني قدام المطبخ اللي هي دي. فانا بقى كنست دي وكنست التانيه، بس انا ما رضيتش اجيب لكم التانيه عشان بقى ايه، بصوا اقول لكم سر، اللمبه فيها محروقه فمش عارفه اصور فيها، فاهميني؟ فلميت التراب، ما تقولوش لحد ان اللمبه محروقه ماشي. لميت التراب ومسكت الارض كده ايه مسحتها، مش بقى المسح بتاعنا بتاع كل مره اللي هو بقى جامد وكده، هي دي بقى من ضمن الحاجات اللي انا ايه قلت يعني اكروت فيها شويه، بما ان الدنيا في الصاله في الريسبشن ما كانتش وحشه قوي، فايه هكروت فيها، ومش لازم نمسح بقى بالمقشه ونجيب بقى كده كلوروكس وننضف مش لازم، لا احنا نعملها كده من ايه، من على الوش، مش هيحصل حاجه في الحياه، لان احنا زي ما قلنا تعبانين ولسه قايمين من التعب. ما تنسوش لو كنتم لسه معايا لحد دلوقتي تحطوا لي لايك ماشي. انفع مذيعة، انا انفع مذيعة صح؟ بس مذيعة رغاية. مذيعة رغاية حبتين يعني. انا اللي على يعني لعلمكم انا هاديه جدا فوق ما تتخيلوا، يعني عندي هدوء فظيع، بس لو فتحتيني بقى في كلام ما بس يعني ما ببطلش ما بفصلش، لو كنت انا حاسه معاكي بالارتياح مش هفصل كلام، يعني هتلاقيني اتكلم كتير بس افتحي انتي، لازم حد هو اللي يفتح الكلام معايا، وانا ساعتها بصي مش هبطل كلام فعلا، هبقى رغايه زي ما انا رغايه معاكم كده، وخاصه كمان لما ببقى مع حد انا بحبه او بعزه يعني.
او لو حد ارتحت له هتلاقيني مش بفصل كلام. يا سلام على الهدوء والراحه النفسيه بعد الترويق، بجد بتبقى حلوه قوي. بتحسي كده هدوء ما بعد هدوء، سبحان الله. طول عمري بقول ان الحاجات اللي لما بتبقى مش مترتبه بحس فيها بانها بتصدر اصوات مزعجه، يعني بتطلع طاقه سلبيه وبتطلع اصوات مزعجه، بس اصوات مش مسموعه. ولما بتتروق بحس انها زي جالها حاله هدوء هدوء هدوء، يعني مش طبيعي يعني. سبحان الله، هي دايما احساسي بالحاجات كده، يعني بحس ان الحاجات اللي مش متروقه اذا كان المطبخ او الشقه او كده، بحس ان هم عباره عن اصوات بس غير مسموعه. اول ما بروق بحس ان الاصوات دي سكتت، كاني الهدوء والطاقه الايجابيه حلوا مكان الطاقه السلبيه اللي كانت موجوده بسبب عدم الترويق او النظافه او كده يعني. طبعا انا مش مهووسه نظافه، عشان بس الناس ما تتخيلش ان انا مهووسه نظافه. انا مش مهووسه نظافه، انا عندي حاجات في حياتي اهم كتير قوي من ان انا افضل اضيع وقتي ورا لبايه وقعت في الارض، مثلا مش عارفه ايه وقع في الارض، تربايه في الحته دي. لا لا، انا مش مهووسه نظافه، انا يعني بنظف عادي زي اي حد، ومش بخلي شقتي مثلا فيها اي حاجه مش نظيفه. لكن مش مهووسة نظافة زي ناس كده بتضيع عمرها في النظافة، مع ان في حاجات تانية كتير قوي ممكن تضيعي وقتك معاها، زي ما قلتلك، في مثلا في عيالك، في انك تكلميهم، في انك تقعدي معاهم، في انك تهزري معاهم. هو ده اهم بكتير جدا من ان انت تضيعي وقتك في النظافة بس. طبعا النظافة مطلوبة عشان اولادك برضو يقعدوا في مكان نظيف، لكن اللي اهم منه ان انت يعني تتكلمي معاهم، تسمعيهم. عملت ايه النهارده في الحضانه، عملت ايه النهارده في المدرسه، عملت ايه النهارده في شغلك، عملت ايه النهارده. حتى لو كان كبير عوديه دايما ان هو يتكلم معاكي، وان انت تتكلمي معاه، وان لما تبقى فيه مشكله تحاولوا تحلوها مع بعض وتتكلموا مع بعض. حتى لو كان صغير هو هيديكي حلول على قده، مش مشكله خالص، بس على الاقل هو شاركك. لما يكبر هيشاركك برضو معاناتك لما هو كمان هيكبر. فبالتالي انت عودتيه من وهو صغير ان هو يشاركك كل حاجه، مشاعرك السلبيه ومشاعرك الايجابيه، فرحانه، بتهزري، بتضحكي، انكشي فيهم، خليكي قاعده رشي عليهم ميه كده وهم قاعدين، بس مش في الشتاء عشان الجو ساقع، ها، عشان ما يعيوش، عشان احنا مش قد الدكاتره دلوقتي. بس يعني ايه، انكشيهم طول ما انت قاعده كده، يعني ما تخليش الدنيا ممله، ما تخليش ممله، لان ده هو اللي هيقرب اولادك ليكي، مش الترويق، مش عمال الاكل، لان الترويق وعمال الاكل ونظافتهم ده حاجات اساسيه. يا سلام على النظافه، ايه ده، ايه ده الجمال ده يا نوجه. شجعي نفسك كده من آن لاخر، وقولي لنفسك ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه النظافه دي، شاطره، ربنا يبارك لك يا نوجه، ربنا يعزك يا رب، ايه الحلاوه دي. حلاوه النظافه، يعني حلاوه ان انتي قمتي وكنتي تعبانه وجيتي على نفسك عادي. يعني ممكن احنا نسمع نفسنا وندي لنفسنا طاقه ايجابيه، مش لازم ابدا اي حد تاني. ممكن تدي لنفسك طاقه ايجابيه، مش لازم انتي تسمعيها او تستنيها من حد تاني، وده افضل. يعني خلي كده الباور او الشحن الشحن بتاعك منك ليكي، يعني انتي تشحني نفسك، انتي تدي نفسك طاقه ايجابيه، وده اهم. ما تعتمديش على حد ان هو يديكي طاقه ايجابيه، لان حد مبقاش فاضي لحد مبدئيا مهما كان قربه ليكي. محدش فاضي لحد، كله مطحون في الطاحونه بتاعته. فيا تدي لنفسك انتي طاقه، يا اما ما تشتكيش من قله الطاقه. تمام. انا الصراحه لا، بحاول ادي لنفسي طاقه. انتي لا، انتي تمام النهارده، انتي مش تمام عادي، انا بني ادم، انا مش آلة، مش لازم اكون مش تمام النهارده، مش لازم ما روقتش النهارده، مشكله ايه اللي هيحصل في الدنيا لما ما روقتش النهارده يعني. دخلت بقى على المطبخ بتاعي، قلت الم الدنيا كده واظبط الدنيا ولمعه واخلي الدنيا كده لطيفه، وغسلنا المواعين برضو مع بعض. طبعا انا اكتر من حد كان قال لي على المواعين دي، على اللي هو اسمه ايه، الصابون زي ما قلت لكم هو مش غالي ولا اي حاجه، بس انا بحاول اطلع زي ما انتم شايفين كده اي بقيه اكل بطلعه من الاطباق، وهو ده اللي بيخلي السلكه بتاعتي والصابون بيرغوا اطول فتره ممكنه، علشان خاطر السلكه ما لمتش بقايا اكل. فلما بتلم بقايا اكل بيبقى بتخلي الصابون ما يرغيش، فاهمين قصدي. فانا بقى ايه بعمل كده، بطلع بقايا الاكل الاول وبعدين اعمله. بصوا يا جماعه، انا كنت طول عمري ايديا يعني بيقولوا ان انا ما بغسلش مواعين، نتيجه ان ايديا كانت بتبقى ايه شكلها وملمسها لطيف. لكن انا بقى اكتشفت الكلام ده ان انا لما ابتديت اشتغل بصابون مواعين من هو الرخيص قوي ابو 3 جنيه وابو 5 جنيه والكلام ده. طبعا انتوا عارفين الظروف الناس كلها مش احسن حاجه يعني، فاهميني. فبالتالي
لا فعلا فعلا بينشف الايد. فانت لو عندك امكانيه ان انت تجيبي صابون مواعين من الغالي، هاتي صابون مواعين من الغالي، ما تستخسريش، لانه فعلا بينشف الايد وبيخليها لا لا مش لطيفه خالص. عشان انا ما خدتش بالي، انا قلت كله صابون. انا الصراحه كنت طول عمري كنت بستخدم الصابون الغالي، فلما استخدمت الصابون ده فلا ايديا اتغيرت فعلا وما بقتش زي الاول. فبدل ما تروحي بقى تجيبي، اصل بسمع ناس تقول لك البسي جوانتي وانت بتغسلي المواعين ومش عارفه ايه. انا الصراحه مش من انصار الناس دي الحاجات دي خالص. مش بعرف اخد راحتي، يعني انا مش عارفه اخد راحتي في غسيل المواعين، وكل شويه الجوانتي يتقلع ولا يخش جواه ميه، او مش بهدله. انا بحس ان دي بهدله كده، وده احساسي. طبعا الناس اللي بتعمل كده هي حره وممكن تكون بترتاح، هي قدرات. انا قدرتي ما اقدرش البس جوانتي وانا بعمل ابدا حاجه زي كده. مسكت بقى البوتاجاز بتاعي برضه، هو ما كانش متوسخ قوي يعني، بس كان هي واقع عليه بقايا اكل. تمام. فغسلته وغسلت الحوض ده لو عايزاه يلمع ويرجع لك جديد، شويه كربوناتو او بيكنج باودر اللي هو بتاع الحلويات، وتحطي عليه شويه خل، يا على اللمعان. حتى لو كان رخيص زي ده، يعني الحوض ده مش غالي، الحوض ده رخيص جدا. بيلمع بسبب العمله اللي انا بقول لكم عليها دي. لو ما كانش عندك خل ممكن تحطي ليمون برضو، هيديكي نفس التاثير. بيلمع لمعان واو، ايه ده يعني، ايه ده؟ مش خلطات بقى ولا اي حاجه، حاجه سريعه كده، شويه بيكربوناتو او شويه اسمه ايه اللي هو بتاع الحلويات، بيكنج باودر. الاتنين تحفه. المهم، على فكره انا بستخدم البيكنج باودر برضو بتنضفي بيه بشرتك مره في الاسبوع. بحطه على وشي مع شويه لبن، يعني بعجنه كده بقى شبه العجينه بلبن او زبادي، عشان ما ينشفلكيش وشك. وبعد كده يبتدي ادعكي بيه بشرتك. بيعمل تقشير روعه روعه روعه، فعلا تحفه يعني. لو بس